سي هيكل كنا شفنا في بعض التصاريح نتاعك قلت سي سلاح نتمناهم سي سلاح يمد لنا يد المساعده ويوقف كما واقف الفرع كرة اليد. والله هو نقد واحنا يعني سي سلاح وخيا نعرفوا بعضنا من قبل وهذاك هو الوقت اللي تبدا الامور كابسه. يعني عندي ضغط من عند جوارات ومن عند احباء، يلزمني نعمل شويه ضغط عليه، ولكن هو متفاهم ومتفاهمين ديما ومصلحه الجمعيه قبل كل شيء. سي سلاح يظل سي هيكل بحذاك. سي هيكل خويا مش واحنا وقت قضيه الجمعيه كان ملوث سي هيكل اكثر واحده مساندني وهي معناتها احنا في الاخر بكل مصلحه الهلال المساكن. صحيح احنا ظروف تو نتاع العامين ولا 3 سنين هذولا كانت ظروف صعيبه ونعرفوا الناس كل. ان شاء الله يلموا بعضنا المساكنيه وحباء الهلال الرياضي بالمساكن. مساكن راهي بلاد كبيره ومساكن مش نتاع الشيء اللي قاعد يصير توا، خاطر فريمون مش ما نحبش ديما نتبجح ونقول راني عملت ولا درت. اني الفات هلال المساكن قاعدين نعملوا اللي نجموا نعملوه، واللي يريدوا حدها ما تسقفش. لازم الناس كلنا نتلموا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا الفات هالبلاد هذه. الله غالب ظروف تحتم علينا. اليوم نلعبوا زوج جمعيات معناتها كرة اليد وكرة القدم زوز يلعبوا مش لتفادي النزول. ان شاء الله نقولوا مساكن ما تهبطش. نعرف اللي مساكن سواء في الفوت ولا في الهوند زوز ما يهبطوش ان شاء الله. ونتصور اللي القادم افضل. يعني فما حكومه جديده وان شاء الله تعرف الميدان الرياضي هذا راهو الاحتراف في تونس مش احتراف انحراف، راه ما فماش احتراف. رانا اللي قاعدين نعملوا فيه توا بكل مش راهو في القوم تاعنا كيفاش يلعب في مقابلات اقل ما نقولوا عليهم خسرهم يربحهم بالقلاب وبالعزيم. مش هذه كره القدم. كره القدم يلزمها ولا كره اليد ولا كيف انا راهو حتى في كره اليد والله ما نعرفش ليه مش عملت تونس. تونس ربحت ولا في معناتها اني في كمالة الميطون 16 مع 16 تقريبا. المهم الكره راهي ما هي شك. اذا كان مش نوقفوا الكره ولا تولي مش اولويه نرجعوا للهوايه الناس كل كي ونوليو نلعبوا الكره كما كنا نلعبوا فيها عام 70 و80 وتولي الكره. اما الكره راهي من الصغرى الولاد لازمهم يكونوا عندهم لمجتهم في الملعب واوقاتهم تاع تمارين، وحتى في الملعب نتاع في المدرسه لازم يكون عندهم اوقاتهم الرياضيين، لازم يكون عندهم اوقات خاصه بهم. شنو نقعدوا بالشيء هذا انا مانيش عاملين حتى شيء. سي سلاح كما شفنا اليوم اللمه في فرع كرة القدم وشفنا لمه باهيه ما بين الاحباء واللاعبين والهيئه المديره، نجموش ناخذوا بشرى من عندك زاد في فرع كرة اليد؟ والله ممكن فرع كرة القدم اليوم اعطيناها كلام وفرع كرة اليد اعطيناها فلوس. ان شاء الله احنا اللي نحبوها فروعنا كل تبدا لبس عليها. ماناش عندنا فرع، ماناش احنا عندنا جمعيه، لا عندنا فرع كره القدم ولا عندنا فرع كره اليد. ممكن اني خاطر اكثريتي في واقف كره القدم، اما عندي زاد وقت نقول قبل كان عندي سي عماد اليوم عندي سي هيكل. معناتها كل فما ادوار كل انسان يلعب الدور نتاعو. واني وقت يجيني سي هيكل ولا يكلمني سي هيكل اللي نجموا نعملوه. ممكن بعض ساعات راهو يكلمني سي هيكل في التليفون ونهش عليه وتغش عليه في الحكايه هذه، اما راهو من الضغط اللي موجود ومسلط عليه. ولكن في الاخر نتكاملوا كل واحد من الموقع نتاعو يخدم نخدموا في الجمعيه كل من اجل مصلحه الجمعيه بالضبط. سي هيك اللي يظل لي فما حاجه لفرع كرة اليد. لبس ها خذينا شويه مصروف باش نوزعوا تو على الجوارات، وعندنا مقابلات باش ندخلوا للمرحله الثانيه. نستناو تو في القرعه نتاع البلاي اوت باش ندخلوا بنفس جديد وهذاك ما صار حتى شيء. احنا رانا كنا نخدموا الجمعيه نتاعنا ونحب نثمن الخطوه اللي تعملت اليوم بالنسبه لكره القدم. بالحق لما ممتازه برشا، احباء مسؤولين جوارات قدم الهيئه الكل واقفين. نحب تحيه كبيره للي صار اليوم وللمبادره هذه نتاع الهيئه المديره، ونحب ندعو الجمهور الى الوقوف الى جانب الجمعيه. هذاك هو الاساس. راهو جمهور، بدون جمهور رانا ما نجموا نعملوا حتى شيء. واحنا قاعدين نخدموا فيه صحيح، نحبوا مساكن ونحبوا جمعيتنا زاد، حتى الجمهور عنده دور. نحترموا بعضنا الناس الكل. الهيئه تتحاسب، ولكن تتحاسب في عند المحاسبه مع الجلسه العامه. وتشوفوا التسيير جمعيه الهلال راهو تسيير صعيب برشا. كنت اني بعيد شويه على الهيئه، ولكن وقت دخلت نعرف ظروف صعيبه ودعوا للجمهور باش يوقف معنا الناس كل كي. نهار لحد عنا ماتش مهم برشا. نحب الجمهور والاستاد هذايا اليوم مفخره للمساكن، يلزمنا نعبيوه بالتشجيع الايجابي للجمعيه نتاعنا والوقوف مع اللاعبين وحثهم. كان تشوفوا تو بعد تشوفوا لي فيديو الجوارات يحبوا على الجمهور ويحبوا على الجمهور زاد يوقفوا معاهم ويشجعهم. وليدات صغار نشجعهم الناس كله. تشوفوا المردود راهو معناتها ناقص شويه التشجيع من عند الجمهور
وتشوفوا انه النتائج مش تتحسن، وبقدره الله تتحسن ان شاء الله. عايشك ستي.